بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب سنة تالتة إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع حل امتحان محافظة الإسكندرية لمادة الدراسات الاجتماعية اللي امتحنوه النهاردة الأربعاء 25/1/2023. كل التوفيق والنجاح لأبنائنا في محافظة الإسكندرية وعقبال باقي المحافظات بإذن الله. أول سؤال جابه في محافظة الإسكندرية خريطة للعالم، وأول حاجة سأل عليها إقليم مناخي موجود في شمال قارة أفريقيا. طبعا الإجابة بتاعته إقليم البحر المتوسط. تاني حاجة سأل عليها البحر اللي موجود في شمال قارة استراليا، طبعا بحر أرافورا. تالت حاجة سأل عليها سلالة بشرية موجودة في شمال شرق قارة أمريكا الشمالية، وتحديدا في هضبة لبرادور. طبعا دي سلالة ماغولية. السؤال اللي بعده، رابع حاجة سأل عليها الجبال اللي موجودة في أقصى جنوب قارة أفريقيا، طبعا جبال دراكنزبرج. خامس حاجة سأل عليها الحشائش اللي بتنمو في المكان ده في قارة أمريكا الجنوبية في هضبة البرازيل. طبعا المكان ده في إقليم مداري، يبقى الحشائش اللي هتطلع فيه حشائش السافان. سادس حاجة وآخر حاجة في الخريطة سأل على المنطقة اللي موجودة في شمال قارة آسيا، وقال منطقة يقل بها السكان. طبعا الإجابة سهول سيبيريا أو السهول الشمالية في قارة آسيا. آدي أول سؤال وهو سؤال الخريطة. السؤال الثاني كان سؤال بما تفسر ضيق السهول الساحلية في شرق قارة استراليا. طبعا الإجابة بتاعته بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من ساحل المحيط الهادي. السؤال الثاني في بما تفسر، يتركز السكان بدرجة أقل في دول شرق أوروبا. ليه السكان في دول شرق أوروبا بتتركز بدرجة أقل من غربها؟ الإجابة لأن دول شرق أوروبا أقل تقدما من غربها. السؤال الثالث، بما تفسر أهمية السهل الأوروبي العظيم. مهم في إيه؟ هنقول تربته خصبة صالحة للزراعة، لذلك يتركز بها السكان. السؤال اللي بعده كان سؤال اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. قارة تتميز بكثرة الموانئ الطبيعية حولها، وجايب في الاختيارات أفريقيا، أمريكا الجنوبية، أوروبا، آسيا. طبعا الإجابة قارة أوروبا بسبب شدة تعرض سواحلها وكثرة الجزر حولها. السؤال الثاني في اختر أحد أقسام السلالة الزنجية، وجايب في الاختيارات النوردية، التنجوس، الألبية، الهيتنتوت. طبعا الإجابة الهيتنتوت. سؤال 3 في اختر القارة اللي بتستأثر بأعلى دخل للفرد. أعلى دخل للفرد فرد موجود في قارة طبعا أمريكا الشمالية ولا أوروبا ولا أمريكا الجنوبية ولا الأوقيانوسية؟ طبعا الإجابة الأوقيانوسية، لأن الأوقيانوسية هي قارة استراليا. السؤال الرابع في اختر توجد سهول نهر نيلسون وسانت لورانس. نيلسون وسانت لورانس بقارة أمريكا الشمالية في جهة الشمال الشرقي، الجنوب الشرقي، الشمال الغربي، الجنوب الغربي. طبعا الإجابة الشمال الشرقي. السؤال الثاني صوب الخطأ في العبارات الآتية. جايب لهم عبارات خطأ ومطلوب منهم إن هم يطلعوا الخطأ ويكتبوا الإجابة صحيحة في كراسة الإجابة. 1، تتميز قارة آسيا بكثرة أشباه الجزر مثل الملايو وشبه جزيرة البلقان. طبعا الغلط في شبه جزيرة البلقان، هنشيلها ونحط شبه الجزيرة العربية. يبقى العبارة صح، هنقول إيه؟ قارة آسيا يكثر بها أشباه الجزر مثل شبه جزيرة الملايو وشبه الجزيرة العربية. السؤال الثاني في صوب، تعرضت السلالة الماغولية للهجرات الإجبارية للأمريكتين قديما. طبعا الخطأ موجود في المغولية، هنشيلها ونحط الزنجية ونكتب العبارة صحيحة كالتالي. هنقول تعرضت السلالة الزنجية للهجرات الإجبارية للأمريكتين قديما.
السؤال الثالث في صوب العبارات الخاطئة. اليابان والفلبين أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان. طبعا الخطأ في اليابان والفلبين، هنشيلهم ونكتب الصين والهند، وهنكتب العبارة صحيحة في كراسة الإجابة إزاي؟ هنقول الصين والهند أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان. السؤال الرابع والأخير في صوب الخطأ في العبارات الآتية. تمتد في العراق وإيران سلاسل جبال تيان شان. يبقى تيان شان ده الغلط. امال هنعمل ايه الصح؟ الصح هنقول جبال زاجروس، وهنكتب في كراسة الإجابة تمتد في العراق وإيران سلاسل جبال زاجروس. السؤال اللي بعده جايب عبارة ومطلوب عليها شوية أسئلة. أصبحت التغيرات المناخية أشد خطورة من الحروب على كوكب الأرض، ويرجع ذلك لتأثير العامل البشري بعد ما كان المناخ يخضع لتأثير الطبيعة فقط. في ضوء هذه العبارة أجب عن الآتي. أول سؤال بيقول: ما النتائج المترتبة على ذوبان الجليد في إقليم التندرا؟ هنقول أدى ذلك إلى غرق السواحل الشمالية التي يوجد فيها إقليم التندرا. ممكن أقول ومن المحتمل اختفاء مناخ التندرا. السؤال اللي بعده دلل على صحة العبارة الآتية: يتشابه إقليم المناخ المداري مع الإقليم الموسمي في بعض الخصائص. هقول التشابه: كليهما أمطاره في فصل الصيف. كلاهما أمطاره في فصل الصيف، هذا أول شبه. الشبه الثاني هنقول كلاهما ينمو به حشائش السافانا. كلاهما ينمو به حشائش السافانا. الشبه الثالث هقول كلاهما من الأقاليم المناخية الحارة. السؤال اللي بعده: ما رأيك في دور مصر لمواجهة التغيرات المناخية؟ تقول: أرى أنه دور عظيم، حيث استضافت قمة المناخ في شهر نوفمبر 2022 وتبنت استراتيجية كبيرة لمواجهة أخطار التغير المناخي، وقامت بإعداد العديد من المبادرات مثل مبادرة اتحضر للأخضر. وأي إجابة أنت تكتبها في السؤال ده بس تكون في الموضوع هتبقى صح إن شاء الله. بعد كده جايب لهم جدول مقارنة بين قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية، وطالب شوية حاجات زي السهول الفيضية اللي بيتركز فيها السكان في قارة أمريكا الشمالية. إحنا عندنا في قارة أمريكا الشمالية سهول نهر الميسيسيبي، سهول نهر الميسيسيبي. أما أمريكا الجنوبية سهول نهر الأوريانكو وسهول نهر لابلاتا أو مجموعة لابلاتا أو سهول البنباس. دول ذات دخل اقتصادي أقل من المتوسط في قارة أمريكا الشمالية، طبعا دولة اسمها هايتي. هايتي في أمريكا الشمالية. أما الدول اللي أقل من المتوسط في قارة أمريكا الجنوبية عندنا البرازيل. سلالة نقية موجودة في أمريكا الشمالية طبعا الإسكيمو، وسلالة نقية موجودة في أمريكا الجنوبية الهنود الحمر اللي هم السكان الأصليين للأمريكتين. كده خلصنا الجغرافيا. تعالوا ندخل بقى على التاريخ. أول سؤال جابه في التاريخ: اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. 1. إمارة بادر السلطان سليم الأول بالاستيلاء عليها، طبعا إمارة ذي القادر. رقم 2. محكمة انحازت للأجانب وتدخلت في سلطة القضاء التشريعي المصري، طبعا المحاكم المختلطة اللي عملها الخديوي إسماعيل. 3. ثورة فشلت لأن الظروف الدولية لم تكن في صالح الحركات الوطنية، طبعا الثورة العربية. 4. تعد جزء من التنافس الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا على المستعمرات، الحملة الفرنسية. السؤال رقم باء: ما النتائج المترتبة على جمود الحياة الفكرية والثقافية خلال فترة الحكم العثماني؟ أول حاجة هنقول اهتزاز مكانة الأزهر الشريف العلمي، ولم يعد هناك اهتمام
بالعلوم العقلية والرياضية والاهتمام فقط بالعلوم الشرعية. 2. تدهور الحياة الأدبية. طيب 3. انتشار الجهل والدجل والشعوذة والخرافات. السؤال الثاني: فيما النتائج المترتبة على تحالف دول أوروبا ضد فرنسا أثناء تواجد الحملة في مصر؟ هنقول أدى ذلك إلى رحيل نابليون بونابرت من مصر سرا وترك أمر قيادة الحملة لكليبر. ممكن نقول أصبح كليبر قائدا للحملة الفرنسية بعد رحيل نابليون من مصر. السؤال الثالث: فيما النتائج؟ نظرة الشعب المصري لمحمد علي كرجل عادل يكره الظلم. هنقول أدى ذلك إلى اختيار محمد علي واليا على مصر في 13 مايو سنة 1805 وعزل الوالي العثماني خورشيد باشا. السؤال الرابع: فيما النتائج؟ ما النتائج المترتبة على تفاوض ميلنر مع الوفد المصري؟ هنقول أدى ذلك إلى فشل المفاوضات لأنها عرضت على سعد زغلول مشروع معاهدة عرضها على الشعب المصري فرفضها الشعب لأنها كانت ستعطي مصر استقلالا سوريا. هنتنقل بعد كده للسؤال رقم ج: اذكر أوجه الشبه بين كل من إجراءات محمد علي وإجراءات مصر حاليا للنهوض بمصر. السؤال ده إجابته متاحة للطلبة وأي حد هيكتب فيه حاجات متعلقة بالدرس أو بالإجابة هتحسب صح. يعني مثلا لو اتكلمنا في التعليم بالنسبة لمحمد علي هنقول أنشأ العديد من المدارس وأرسل بعثات تعليمية إلى الخارج. برضه هنقول في العصر الحديث هنقول توسعت في إنشاء المدارس وترسل بعثات تعليمية للدول الأوروبية. مثلا هنقول في عهد محمد علي في الإنتاج الحربي مثلا أو الإنتاج الحربي أو العسكري هنقول توسع في إنشاء ترسانة بحرية. أنشأ ترسانة بحرية في بولاق ثم في الإسكندرية. برضو في الوقت الحالي هنقول تنشئ الدولة ترسانات بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وهكذا. إجابة كبيرة جدا وأي حد يكتب حاجة في الدرس ده هتتحسب لي إن شاء الله. طيب بعد كده السؤال الرابع والأخير: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الخاطئة غير الصحيحة فيما يلي. تولى المماليك في عهد محمد علي منصب مشيخة البلد. طبعا الإجابة غلط لأن محمد علي حرم المماليك من تولي المناصب الرفيعة في البلاد. 2. قبلت وزارة زيور باشا المطالب البريطانية بسحب الجيش المصري من السودان. طبعا الإجابة صح. 3. نمت فكرة محمد علي للانفصال عن الدولة العثمانية في حروب الشام. طبعا الإجابة غلط، لا، في حروب اليونان نمت فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية. 4. بعد تولي الخديوي توفيق اتخذ سياسة للحد من التدخل الأجنبي في مصر. غلط، ده اتخذ سياسة أدت إلى زيادة التدخل الأجنبي في شؤون مصر. السؤال رقم ب: أيد بالأدلة. كان للحملة الفرنسية آثارا بعيدة المدى على علاقة مصر بأفريقيا. هنقول حيث قام مينو آخر قادة الحملة الفرنسية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في بلاد البحر الأحمر ودارفور في السودان وبلاد شمال إفريقيا والحبشة. السؤال اللي بعده: دلل إعادة محمد علي تنظيم الإدارة بما يكفل له السيطرة الكاملة على كل شؤون البلاد. الإجابة حيث قام محمد علي الإجابة هنقول الحاجات اللي عملها محمد علي في تنظيم الإدارة. يعني مثلا هنقول قسم محمد علي الإدارة أو قسم مصر إلى 7 مديريات. 2. أنشأ حكومة مركزية مقرها القاهرة تصدر منها جميع الأوامر واجبة التنفيذ. هنقول أقام محمد علي العديد من المجالس والدواوين مثل مجلس المشورة والديوان العالي. هنقول محمد علي أصدر سنة 1837 لائحة جديدة لإعادة تنظيم البلاد إلى 7 دواوين وحدد اختصاصاتها. السؤال اللي بعده:
أي بالأدلة تغيرت سياسة الخديوي عباس حلمي الثاني مما أثر على مطالب الحركة الوطنية. الدليل حيث تحول الخديوي عباس حلمي الثاني من مؤازرة الحركة الوطنية لموالاة الاحتلال البريطاني، لذلك أصبح على محمد فريد مواجهة كل من الخديوي وسلطات الاحتلال البريطاني في وقت واحد. آخر سؤال في الامتحان: ما العلاقة بين معاهدة 1936 والمتغيرات الداخلية التي حدثت في مصر؟ هنقول معاهدة 1936 لجأت بريطانيا لعقدها في مصر لتخوفها من قيام ثورة جديدة في مصر، خاصة وأنها كانت على مشارف قيام حرب عالمية جديدة. هنقول الإجابة تاني، هنقول اضطرت إنجلترا لتوقيع معاهدة 1936 مع مصر لتخوفها من قيام ثورة جديدة، خاصة وأنها كانت على مشارف قيام حرب عالمية جديدة. ما العلاقة بين تولي عباس باشا الأول حكم مصر وحركة النهضة التي ظهرت في عصر محمد علي؟ هنقول توقفت حركة النهضة التي ظهرت في عهد محمد علي عندما تولى عباس باشا الأول الحكم، حيث قام بإغلاق معظم المدارس وإغلاق معظم المصانع وخفض حجم الجيش وعطل أعمال الترسانة البحرية. آخر سؤال في امتحاننا: ما العلاقة بين الأوضاع الداخلية في مصر وعقد مؤتمر الأستانة؟ هنقول تم عقد مؤتمر الأستانة في عاصمة الدولة العثمانية للنظر في المسألة المصرية بعد حوادث الإسكندرية. وبكده يا شباب نكون خلصنا الامتحان. يا رب تكونوا استفدتوا، وبالتوفيق للجميع بإذن الله، واستنونا في امتحانات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.